ريفيو النهارده من العيار التقيل قوي، وهو مقارنة مين بيعمل احسن سندوتش بطاطس سوري في مصر. فاللايك بتاعك الحلو بقى وما تكسلش، ولو مش عامل متابعة ما تبقاش كاريزما على اخوك واعمل متابعة عشان يوصلك كل جديد وتشجعني اكتر في المحتوى بتاعي. وتعالوا نشوف سندوتش البطاطس في ريفيو النهارده بيقولي. النهارده يا اخواتي بقى جايين بمقارنة تقيل قوي، احسن بطاطس سوري في مصر. جايب لكم من 3 اماكن. احنا الساعة تقريبا 11 12 بالليل، عشان كده انا مهدي صوتي عشان الناس نايمين، مش عايز اعمل دوشة. اول واحد معانا ابو مازن السوري، والاغا السوري، واخر واحد معانا ابو انس السوري. ابو مازن عنده حجمين، قال لي فيه ب 30 و 35، فانا قلت نجيب ابو 35. يعني هو ادي شبر، يعني شبر ونص. عشان الخص لاخواتي بفتح من النص على طول. المفروض انا طالبهم سبايسي كلهم. بسم الله. محتاج يزيد توميه يا عم ابو مازن. سندوتش عالي قوي، بس ما نروحلوش يعني. نيجي لتاني واحد بقى، وهو الاغا السوري. الراجل الكاشير حسيته قال لي حاجه غريبه، بيقول لي ان هو سعر العادي زي سعر الموتزاريلا، فلقيته ان هو طلبه موتزاريلا، بس مش اشكال. اول حاجه تعليق على الباكج بتاع الاغا السوري. الكيس ده وجوه تعمل كده تلاقي الكيس نفسه لا عظمه، وكمان معاه توميه لو انت حابب توميه اكسترا. يعني انا دافع 45 جنيه بس بتروق عليا. الريحه هنا حلوه، يعني انا عايز اوريكم، بس هنا الساندوتش مزيت اكتر بس الريحه احلى. ده حجم الساندوتش، يعني شبر وها اقل سيكه في الطول، لكن العرض بتاعه كبير. تعالوا نقول بقى بسم الله عشان الريحه شوقتني. هو الجبنه اكيد عامله فرق، بس عايز اقول لكم طعم البطاطس مع التوميه مع الخيار المخلل لوحدهم اصلا عظمه العظمه، وحاطط هريسه كده سبايسي خطيره بجد. الساندوتش ده انا مش عايز اسيبه، والتوميه بالنسبه لي مش محتاج ان انا ازود. التعليق الوحيد بس ان هو يزود البطاطس زياده شويه. نيجي لاخر واحد معانا، وهو ابو انس السوري، سعره 35 جنيه، وجاي معاه برده علبه توميه كبيره كمان محترمه بصراحه. الله اكبر. ابو انس السوري ده ب 35 جنيه، انتوا متخيلين؟ ده شبرين يعني. لا الله اكبر، الله اكبر على الحجم. هل بقى الطعم هيبقى كده ولا ايه؟ تعالوا نشوف. لا انا كده اقطم من النص واخلص. تعالوا بقى ندوقه عشان انا جعان قوي. حاطط هريسه شطه حلوه قوي. كميه البطاطس تحفه، التوميه مش كتيره قوي فيه، واظن ان هو العلبه دي بتعمل كده، اللي هو لو حد ما بيحبش التوميه كتير فهيكتفي بيها، لو حد عايز توميه زياده يعمل زي ما انا هعمل كده، يروح مغطسه في التوميه. طيب يا اخواتي، بعد ما جربنا الثلاث اماكن اقدر اقول لكم وانا واثق من نفسي قوي ان اللي هيكسب معايا في حلقه النهارده ابو انس السوري. ليه ابو انس السوري؟ سعر، الطعم، الحجم، لا عظمه العظمه يا اخواتي، دمار في الخيال بدون افوره. ابو انس السوري يستحق ان انت تجرب السندوتش بطاطس من عنده، ولو عملت اضافه موتزاريلا بقى عشان تدلع نفسك اكتر. وبعد ابو انس بقى المركز الثاني هو الاغا السوري. كان سندوتش رايق قوي. واخرهم بصراحه ابو مازن. السندوتش كان اقل من العادي وتحسه معمول من غير نفس. بس يا اخواتي ده كان ريفيو النهارده. لو عجبك ما تكسلش انك تعمل لايك ومتابعه لاخوك، والاهم من ده كله نذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بحبكم في الله، اشوفكم في ريفيو جديد. سلام.